لو عايز تاكل أكلة سمك حلوة على فيو جامد زي ده في راس البر خليك معايا. وتجربتنا النهارده لسي دور. ومبدئيا كده البادجت بتاعك لازم يكون بادجت نجيب ساويرس، لأن أسعاره غالية، بس احنا رايحين عشان القعدة والفيو. وسي دور مكانه في بداية منطقة اللسان، والقعدة عنده شيك ورايقة قوي، والسيرفيس عنده كمان عالي، ما انت دافع بقى. وأول ما تقعد بتختار السمك، وعموما الأسماك عندهم بتبقى فريش. أول حاجة طلبتها شوربة سي فود مخلية، والتست بتاعها كان عالي، طعمها كان حلو ومليانة، ولكن الشوربة كانت خفيفة شوية. تاني حاجة جربتها طاجن سي فود بالبطارخ، وطعمه كان جامد ولكن ما كانش مليان وصغير، واحنا متفقين ان احنا مش هنتكلم عن القيمه مقابل السعر. وتاني حاجه جربتها مكرونه بالجمبري بالوايت صوص، ودي اقدر اقول لكم عليها فاخر من الاخر، وبصراحه هم الشيفات عندهم جامدين. جربت كمان الملوخيه بالجمبري، وللاسف هي ما كانتش مليانه جمبري، ولكن الملوخيه نفسها كانت معموله زي ما الكتاب بيقول. يجي بقى للسمك، وهم بيسووا السمك بطريقتين: مشوي على الفحم زيت وليمون، يا اما مقلي. واستغربت ان هم ما عندهمش مشوي عادي بالرد. المهم السمك طبعا فريش، وانا طلبت سمك دينيس، والتتبيله والطعم